سلام شباب، كي دايرين؟ مزيان اون فورم على احسن حال. اليوم غادي نهضروا على الماتش ديال الكلاسيكو اللي غادي يجمع بين مدريد والبارسا في السوبر كوب الاسباني، واللي غادي يتلعب في التيران ديال الملك فهد بالرياض في السعوديه. الفينال اللي سبقوا النصف النهائي بين ريال مدريد وفالنسيا وبرشلونه وبيتيس. المباراتين الاثنتين خرجوا تعادل، يعني تعادلوا في المباراة بالتعادل الإيجابي، وزادوا الضربات ديال الجزاء، والفريقين بجوج تأهلوا بضربات الجزاء. وشفنا التألق ديال الحارسين، لا كورتوا ولا الحارس تير شتيغن، اللي وقفوا ند الفرق اللي لعبوا معهم، وتأهلوا الفريقين للنهائي وغادي تلعب الكلاسيكو. قمة الريال والبارسا اللي غيغلق عليها المعلق الرياضي فهد العتيبي على قنوات الاس اس سي، وكنعرفوا التعليق ديال فهد العتيبي والحماس ديالو للريال خصوصا. وغادي نسمعوا فوز الريال ضد البارسا في الكلاسيكو كيعني ان هذا الفوز غادي يكون هو لقب 100 في تاريخ النادي، وسجل يا تاريخ 100 لقب في تاريخ النادي ديال ريال مدريد. هادشي كبير وكبير بزاف. واحد المعلومه خفيفه واللي هي ان انشيلوتي وخلال 10 نهائيات في المواسم الماضيه ما خسر ولا نهائي، وهادشي تيخلينا نتفائلوا في الماتش ديال الريال ضد البارسا. كتقول الصحيفه ديال الاس بان كزافي غادي يعتمد على اراخو كظهير ايمن باش يوقف الخطوره ديال فينيسيوس اللي هي واقفه اصلا. اش نوقف السيكزا وفينيسيوس قدام الشبكه تيضيع. هذا العام كيمر بفتره فراغ فينيسيوس، ماشي بحال الموسم الماضي اللي كان حاسم، وشفنا كان حاسم في بعض الالقاب اللي توج بها الريال، وكان سجل اخر هدف في النهائي اللي ما تنظنش دابا يسجلوه في خلال الاربع مباريات الماضيه. وشفنا الدخول ديال بنزيما في المباريات ورجع انه حاسم كما كان. شفنا انه من بعد الرجوع من الاصابه والفتره ديال الراحه اللي خضع ليها خلال المونديال قطر 2022، يعني اللاعب سجل في الاربع مباريات الماضيه كلها. هادشي كيخلينا اننا نتفائلوا بان بنزيما ممكن يكون حاسم في الماتش ديال الفينال ضد البارسا في الكلاسيكو، وهادشي اللي كنتمناو ان شاء الله. تشير بعض الاخبار وكتقول بان فيرلان ميندي كيلعب اخر موسم ليه، وممكن ان النادي يتخلى عليه في الصيف. يعني البوست اللي كيلعب فيرلان ميندي اللي كيلعب فيه داز منه روبرتو كارلوس. كنعرفوا روبرتو كارلوس الماضي ديالو، التاريخ ديالو، اسطوره ديال النادي واسطوره كره القدم كامله. اللاعب مارسيلو، وشفنا كيفاش كان مارسيلو خلال السنوات الماضيه، وشفنا الالقاب اللي ساهم فيهم. لا دفاعيا ممكن انه دفاعيا كان يكون ناقص مقارنه مع هجوميا، ولكن هجوميا كان كيساند الفريق وكيقدم الاضافه الكبيره بزاف. شفنا المباريات ديالو، شفنا ضد بايرن ميونخ كيفاش كان. يعني صعيب شي واحد يجي يعوض المستوى ديال كارلوس ولا ديال مارسيلو، صعيب شي واحد يعوضهم. وشفنا ميندي ما لقاش التطلعات ديال النادي، وكان بالمقارنه مع هاد الاسطورتين كان ناقص صراحه. ميندي ممكن دفاعيا هو صلب بزاف، ولكن هجوميا يعني هجوميا ما شفناش شي لقطات من غير بيرغامو. كاين الا غادي تقول لي مثلا مارسيلو تنتفكروا اللقطات ديالو كاملين، شفنا اللقطات ديالو في المباريات السابقه ديالو. وانا كنتذكر كيفاش كان ضد البايرن كان سبع سجل عليهم، ما هي مره ما هي جوج، ساند هجوميا، قدم ديزاسيست وبزاف، وخصوصا هادو مباريات كبيره كان تيقدم. في المباريات الكبيره كان تيقدم مستوى كبير بزاف. لاحظنا في الماتشات الماضيه بان المستوى ديال الريال رجع بزاف، لا قبل المونديال ولا من بعد المونديال، والريال استقبلات اهداف كثيره. وهذا الشيء ممكن ان الريال مازال ما لقاش اللي يعوض كاسيميرو بالشكل اللي كان كيقدم عليه كاسيميرو. وشفنا المستويات ديالو دابا مع مانشستر يونايتد، يعني من نجوم الفريق، وممكن نقولوا بانه من كنجم فريق ديال مانشستر يونايتد.
يعني واخا تشواميني قدم مستويات زوينه، ولكن ماشي بحال كاسيميرو. كاسيميرو ممكن تعتبر كجون ديال الخفاء، كان كيساهم، كان كيقطع كواري، كان كاسور على حقه، وكان كيساند حتى هجوميا كان كيساند. ما تنساوش هادي، يعني صعيب شي واحد يعوض كاسيميرو. يعني دابا الريال بحال كتقول كتفقد الركائز ديالها. حنا مارسيلو ما لقيناش اللي يعوضو، حنا كاسيميرو يعني تشواميني خصنا نصبروا عليه، ممكن يقدم مستوى كبير، ولكن صعيب يقدم داكشي اللي قدم كاسيميرو اللي بزاف ديال المدريديستا كانوا كينتقدوه. وحنا شفنا دابا ملي خرج من الريال المستوى ديال الريال كيفاش ولا، وشفنا المستوى ديالو مع مانشستر يونايتد، وخصوصا في الدوري الانجليزي. وما ادراك ما الدوري الانجليزي، يعني ماشي اي لاعب ممكن يقدم مستويات كبيره في الدوري الانجليزي. ممكن اننا نتاسفوا على الرحيل ديال كاسيميرو، ولكن هو اختار انه يمشي لمانشستر يونايتد والدوري الانجليزي. صافي، يعني اللاعب بحال حس كما كنقولوا بالدارجه بالتخمه صافي، داك التشبع الرياضي صافي، حقق جميع الالقاب مع الريال، جميع الالقاب ممكن يحققها مع الريال. يعني دابا بغى يدير تحدي جديد مع مانشستر يونايتد. طبيعي جدا، ونتمنوا ان تشواميني يرجع للمستوى ديالو، خصوصا انه ضيع بيلانتي مع فرنسا في النهائي. يعني لاعب تاثر بزاف. دابا ندوزو للتشكيله، التشكيله المحتمله للريال ضد البارسا. تشكيله الريال اللي هي 4-3-3 واللي كتحول ل 4-5-1 في الحاله الدفاعيه. كتشكيله محتمله في 4-3-3 هجوميا. في حراسه المرمى كاين كورتوا، في الدفاع كاين ميندي كظهير ايسر، في محور الدفاع كاين ناتشو وروديغير، وكذلك كظهير ايمن كاين كارفاخال من بعد ما تصاب لوكاس فاسكيز. يعني كنشوفوا العوده ديال كارفاخال في الماتش ديال فالنسيا فاش خرج لوكاس فاسكيز، رجع في بلاصتو كارفاخال من بعد الاصابه ديالو، بدا كيرجع تدريجيا، وممكن انه يكون اساسي. غالبا غادي يكون، حيت لعب هذا الماتش ضروري، غالبا غادي يكون في وسط الميدان كما كنعرفوا كروس، كاكاسو، مودريتش وفالفيردي، هذوك وسط ميدان. في الحالة الهجومية ممكن يكون رودريغو كجناح أيمن، رأس الحربة الحكومة ما كاينش اللي يحيلو، بنزيما، وخلاص فينيسيوس. بالرغم من أن فينيسيوس كما قلنا كيما فترة فراغ ولا كيضيع بزاف. الصراحة البوست ديال أنا كنفضل رودريغو مكان فينيسيوس، بالرغم من المستويات اللي كيقدم فينيسيوس. أنا كشخصيا كنفضل رودريغو لعدة اعتبارات. يعني ممكن انني ندير فيديو خاص علاش كنفضل فما حاجه، وشفنا انه كان حاسم، وشفنا كيفاش ساهم في اللقب ديال الشامبيونز ليغ، كيفاش كان حاسم. تخيل واحد الطول ديالو اللي معروف بان رودريغو الطول ديالو ما طويلش بزاف، وكيفاش ماركا بديك الرأسيه ضد مانشستر سيتي، راه الخيال العلمي كان يلاه دخل. يعني وكان الفتره الزمنيه اللي دخل فيها يعني قصيره، يعني دخل في النهايه ديال اللقاء وكان حاسم وقلب النتيجه. يعني كما قلت رودريغو خاصو فيديو خاص علاش انا كنفضل رودريغو بلاص فينيسيوس. ماشي كنكرو الخير كما كنقول، ماشي كنكرو بان المستوى ديال فينيسيوس انه هذا العام صافي غينزل المستوى ديالو، بانه ما كانش يقدم داكشي كبير. وين كتحس به فينيسيوس ديك اللمسه الاخيره باقا ناقصه عنده، واخا هكاك مازال اللمسه الاخيره. يعني المستوى ديالو متذبذب فينيسيوس، المستوى ديالو متذبذب كما كنعرفوا، ماشي ما عندوش الاستقرار ما عندوش. يعني كو كان عنده الفينيش، يعني ممكن انه يكون هو اللي يدي الكره الذهبيه، ما كانش يحيد له الكره الذهبيه كون كان عنده الفينيش، حيت لاعب كبير ولكن الفينيش باقي ناقصه. يعني واخا المستويات اللي قدم ولكن الفينيش باقي. ندوزو دابا للتشكيله ديال البارسا المحتمله. في حراسه المرمى شيء طبيعي تير شتيغن، كظهير ايمن قلنا غادي يكون اروخو، قلنا غادي يعتمد عليه كزافي باش يحد من الخطوره ديال فينيسيوس اللي هي ما كايناش اصلا. تنضحك عنده خطوره واخا، يعني فينيسيوس خصو جوج اللعابه يكونوا حاضرينه باش يلا يوقفوا الخطوره ديالو.
واخا ما عندوش فينيش ممكن يساهم كاسيست ولا شي حاجه بحال هكا. المهم قلنا كظهير ايمن اروخو، في المحور الدفاع ممكن يكون كوندي وكريستانسن، كظهير ايسر جوردي ألبا، في وسط الميدان كوسط دفاعي اللي هو ديونغ حسن ب1000 مره من بوسكيتس، خصوصا في هذا الموسم هذا. يعني انك تعتمد على ديونغ مكان بوسكيت شيء اللي كيفرح البارساويين. والصراحه في الماتش اللي دار خطا انه خرج ديونغ ودخل بلاصتو بوسكيت. يعني بوسكيت بالمستويات ديالو، قلنا في فيديوهات قبل الاخطاء اللي كان كيدير. يعني بوسكيتس يعني ما بقى له ما يضيف للبارسا. نزيدوا عليهم بيدري وغافي في وسط الميدان كجناح ايمن رافينيا، كراس حربة ليفاندوفسكي، وكنعرفوا المساهمه ديال ليفاندوفسكي في الهجوميه، وكظهير وكجناح ايسر قلنا عثمان ديمبيلي. هذه هي التشكيله المحتمله اللي ممكن يلعب بها كزافي في الماتش ديال الريال في السوبر كوب. في المباراة ديال الريال ضد فالنسيا استحوذت الريال على الكرة بنسبة 58% ضد فالنسيا. يعني في المباريات الأخيرة كان المستوى ديال الريال كما قلنا كان متوسط، وكنتمناو أن الريال كما كنقولوا كتكبر في الماتشات الكبيرة. هكا حتى الموسم اللي داز يعني كان المستوى في الاول متوسط وبقى غادي وكيتدرج للاعلى. بالنسبه للبارسا في الماتش ديال بيتيس استحوذوا على الكره بنسبه 61%، وهذا الشيء طبيعي. معروفه البارسا انها كتستحوذ على الكره، يعني طبيعي جدا. وحتى في المباراه ديال الكلاسيكو ضد الريال في السوبر كوب طبيعي بان البارسا هي اللي غادي تكون مستحوذه على الكره، والريال غادي ترجع للدفاع. وهذا كما سبق وكان كيكون، وهذا فيه مغامره الصراحه. هذا الخطه ديال انك تركن للدفاع وتخلي الكره للخصم، خصوصا البارسا وكنعرفوهم بانهم حاسمين في المباريات، وعندهم ليفاندوفسكي ممكن يحسم اللقطه في اي لحظه. والاعتماد على ديمبيلي اللي استرجع المستويات ديالو الكبيره. يعني انه صعيب انك تخلي الكره للبارسا وترجع للور. وكما كان سبق في الموسم الماضي بين البارسا والريال، كانت الريال ربحها ب3 وبدات ترجع للور، وبقات كترجع البارسا شويه بشويه حتى رجعت في اللقاء. وفي نهايه الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وديروا سبسكرايب لاشين وتفعلوا الجرس وتخليو لينا كومونت، واللي كيخلي الكومونت راني كنشوفكم. تهلاو الشباب وبيس.